السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي هذاك. كنتمنى الويكاند ديالكم يدوز بألف خير، وكنشكركم على الدعم ديالكم لأنه دعم فوق المتوقع. الحمد لله، هذا بفضلكم وبفضل اللايكات ديالكم والكومنتيرات. شكرا لكم بزاف. وفي إطار أننا نعرفوا على الملاعب المغربية والمستجدات ديالها، لابد أننا ندوزو على ملعب مراكش والمستجدات اللي دارت فيه، وكيفاش تسد، وعلاش تم الغلق ديالو، وشنو الإصلاحات اللي دارت فيه. فمن بين الأمور اللي علاش تسد الملعب وتغلق فهو التعشيب اللي كان بنظام طبيعي، نظام عادي، ماشي بهذيك الدرجة اللي خاصو يكون عليها نورمالمون. سيرتو حنا مقبلين على، ماشي غير على كأس أفريقيا، وإنما حتى على كأس العالم، وملعب مراكش داخل ضمن خطة المونديال 2030. ايضا هذا الملعب غادي يشمل العشب الهجين اللي الصراحه الكاف ما فرضاتوش علينا، وانما غير فيفا اللي فرضها علينا، لان الملتقى عالمي وكيطلب مجهودات عالميه. ولكن حنا بغينا نخليو هذه المسابقه لكأس افريقيا تكون نسخه استثنائيه، واننا نتميزوا فيها بزاف ديال الحوايج، منها العشب. ما عرفتش واش تكونوا لاحظتوا بان الملعب باقي ما ولاش هجين. تقول لي كيفاش؟ يلا قلتي لنا بان الملعب غادي يكون هجين، علاش دابا تقول لنا بانه غيكون طبيعي؟ الملعب باقي في المرحله الطبيعيه. هذه المرحله كنتسناو فيها ان العشب يتجاز مع بعضو، انه ياخذ واحد لا فورم. سيرتو حنايا ما كاينيش ضغط المباريات، سيرتو ان التيران مقفل، كنخليوه ياخذ راحته في انه يتجانس مع بعضو ويعطينا لا فورم اللي باغي. من بعد كنجيب واحد لي ماشين باش كيخلي هاد العشب هجين، وباش كيعطيه الصلابه ولونديرونس باش يطول معنا هذاك العشب وما يخسرش. اما من جانب المقاعد فكان تغيير شامل، لان فاش تسد الملعب كان شونجمون ديال المقاعد كاملين، وكان كيبان ان التيران معري كامل بهذه العباره بالدارجه المغربيه. من بعد جابوا كراسي جديده، واللي نتمنى انه ما يطراش نفس السيناريو، والبهجاوه ومراكشين عارفين اشنو كيطرا للتيران من اشغال ديال الشغب اللي كيهرسوا فيها الكراسي. ونتمنى انه ما يطراش هذا المشكل، وان السلطات حتى هي دير عمليه تقنين، وذلك بوضع اجهزه المراقبه جد متطوره بحال اللي كاينه في ملعب مولاي عبد الله. وكذلك كاين واحد الشونجمون طفيف في مقاعد الفي في اي بي وكبار الشخصيات وكذلك الصحفيين. وندوزو لسقف الملعب اللي كيلتمس من السلطات المسؤولة على هذا الملعب انها تشوف استغلال صحيح لهذا السقف. وانا كنظن وكاقتراح شخصي مني انه فاش تكون كأس الافريقيه يتوضعوا فيها لي باش اللي كتكون لوحه، عباره عن لوحه اشهاريه كتكون عباره عن باش الكأس افريقيا في السقف، ونستغلوه كذا استغلال، ويكون عنده واحد المنظر زوين، لان المنظر اللي كنشوف دابا ما صالحش مع التيران. وكما ملعب اكادير، ملعب ادرار، كنشوفوا كنلاحظوا بان الملحق جاهز تماما على انه يستضيف التدريبات. فقط ملحوظه هو انه ما عرفتش واش غيكون ناتورال عادي ولا غيكون حتى هو هجين. ما عنديش هذه المعلومه، نتمنى انكم تفيدونا في التعليق. كنظن انه جاهز، وبحال التيران ديال الادرار حتى هو هادوك ثلاثه ديال التيرانات ديال التدريب اللي حتى هي تابعه الملعب الملحق باقي ما جاهزاش، باقي التعشيب ديالها ما تمش. وكالملاحظه الاولى، كالملاحظه ديال ملعب اكادير، كنلاحظوا بان الاعمده ديال الضوء تزادت
ولات 6 في التيرانات الملحقة ديال التيران الملحق، والتيران الملحق فيه 8 بحال ملعب أدرار. وأخيرا وليس آخرا كنلاحظوا بأن الملعب كيتوفر على العديد من مواقف السيارات، وكنظن بأنهم غيزيدوا واحد جوج مواقف ديال السيارات اللي غتساهم بشكل كبير على الناس اللي غادي تجي الملعب. تلقى فين انها تحط السيارة ديالها وتكون مأمنة بأمان، وغتجهز هاد مواقف السيارات بأضواء كاشفة مع كاميرات المراقبة طبعا، لأن تظاهرات كبيرة اللي مشرف عليها المغرب لازم تأمن لا سيكوريتي ان شاء الله، وتكون بخير وعلى خير، وحتى شي حاجه ما طرا. ونتمناو ان شاء الله كلشي يدوز بخير، و كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك، اشتراك، وتخليو لينا في كومونتير اشنو اللي كيعجبكم في الفيديو واشنو اللي ما كيعجبكمش. تهلاو ونخليكم على خير، يومكم سعيد.